هذا الصدر تشتريه من البقالة تقدر تسوي فيه ألذ وصفة في حياتك ب 8 ريال بس. تعال أعلمكم هذه الوصفة. واه هيلو والله بالعوال. اول شيء نجيب القطاعه وصدرين دجاج ونقطع صدور بهذه الطريقه زي كذا لما تصير معانا بهذه الرقه، ونقطعها الى شرايح زي كذا زي كذا زي كذا لما تصير معانا كذا. وبعد ما قطعت الصدور وصاروا جاهزين معانا بهذا الشكل صحن، وننزل الدجاج في القاع زي كذا، وننزل البهارات ملعقه من بابريكا، ثوم باودر، فلفل اسود، كركم مكون اختياري، ورشه من الزيت الزيتون، وميكس ميكس ميكس لما البهارات تتماسك مع الدجاج. غاز، ونولع الغاز على درجة حرارة متوسطة بهذا الشكل. طاوة، وننزل شوية زيت زيتون، وننزل بصل أحمر مقطع صغير، وبعد ما يذبل معانا وننزل علبة كاملة من الذرة، وراح أضيف شوية من الحليب ربع كوب تقريبا، وملعقة كبيرة من المايونيز، وملعقة كبيرة جبن سايل، وننزل بقدونس مفروم، وننزل بهارات ملعقة من بهارات الكيجن، بابريكا حارة، وريجان وزعتر، ورشة من الكزبرة، ملح حسب الرغبة، وميكس. صحن نفرغ خليط الذرة في قاع الصحن، وبعد ما صار الطاوة فاضي ننزل في القاع شوية زيت، ونخلي النار على درجة حرارة مرتفعة، وننزل صدور الدجاج اللي قطعناه في البداية. خلي الدجاج ينقلي مع الزيت ويتحمر معانا على نار مرتفعة. وبعد ما الدجاج تقمر معانا وصار جاهز باقي له شوي، راح اضيف مكعب مرق الدجاج من العلالي، افضل مكعبات مرق دجاج ممكن تستخدمها عزيزي المشاهد. وننزل الذرة فوق الدجاج بهذا الشكل، وننزل رشه من جبن الموزاريلا، كذا صارت جاهزه معانا. يا سلام. ونرجع القطاعه ونجيب خبز او صامولي، خبز يجي معكم بهذا الشكل، ونقطع من النص زي كذا زي كذا لين يصير معنا زي كذا، نفتحها بهذه الطريقه، وكذا صارت معي الخبزه مفتوحه. نحط في القاع رشه موزاريلا، ونعبي الخبزه بالحشوه زي كذا زي كذا لما تصير معانا مليانه والجبن تمطمط. يا سلام، كذا صارت جاهزه معانا. وهذه النهايه، هذه اروع وافضل رولات اخترعتها لفطور رمضان، لذيذه وتشهي تشهي تشهي. لازم تجربوها، سهله وسريعه وخفيفه لطيفه، وبالعافيه عليكم. تقدرون تسوونها بالصامولي او خبز الهمبرجر، جربوها لانها من جد لذيذه، وبالاخص تنفع لفطور رمضان.